يعني مش فاهم يعني يجرى ايه لو كوبري ولا محور سمنود في القليوبيه ولا في المنوفيه. اهم حاجه ان يبقى في كارته على هذا المحور. هو دي هي ده الحاجات الكلام المهم بقى، ان يبقى في كارته على هذا المحور بس. شكل الجيبه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا طوب الارض شاف الموقف بتاع المهندس كامل الوزير، المهندس المدني اللي كان معاه اللي هزقه مسح في كرامته الارض. امشي خالص من قدام، امشي خالص. وبيقولوا ان هو رجع صالحه بعد كده، وانا الحقيقه يعني عندي وجهه نظر مختلفه في الموضوع ده، صرف النظر عن تعاطفي مع المهندس من عدمه، بس انا يعني ايه عايز ارجع بيكم ورا شويه. وايه لازمه الافتتاحات دي؟ يعني انا شايف ان المهندس ده الوزاره المفروض تكرمه. الوزاره المفروض تكرمه. المهندس ده الوزاره المفروض تكرمه. ليه بقى يا سيدي؟ لان محدش بيتفرج على الافتتاحات دي اصلا. يعني المهندس ده والموقف بتاعه هو السبب ان الناس شافت الافتتاح بس. فيعني حلو الراجل ده عمل لكم دعايه كويسه جدا الحقيقه. ايه بقى لازمه الافتتاحات ديت بقى؟ احنا بقى لنا يعني سنوات وسنوات من هذه الافتتاحات. الافتتاحات دي بتفرق مع المواطن اللي هو ايه؟ مواطن الانجازات بيحبها. يعني بقى هذا المواطن بيحب بقى شوف بقى الافتتاح، ويلا يا جدعان نقعد نتفرج على الافتتاح وهنفتتح ايه النهارده، يعني بتبقى مهمه جدا بالنسبه له. انما المواطن العاقل اللي بتفرق معاه النتائج على الارض، الافتتاحات دي هو ما بيتفرجش عليها اصلا. يعني احنا ما بنتفرجش على افتتاحات على فكره، يعني مش فاهم بجد والله ايه فعلا لازمتها ان احنا نجيب موكب وزير، وبيبقى طبعا اكيد في محافظ، وبالتاكيد اعضاء مجلس النواب اللي هم المفروض يحاسبوا المحافظين ويحاسبوا الحكومه، انما هم مؤيدين طبعا على طول الخط. عشان خاطر الناس في الدوائر بتكلمنا بنوع النهارده من الاشمئزاز. بناء عليه يا عبد الله ساعتها كان واقف على الموازنه. شوف بعد ده كله بيبقوا موجودين، وطرق تتقفل، وناس فلوس تتصرف، قنوات تلفزيون تيجي ايه بقى لازمه هذا الكم من المصروفات والنفقات في الافتتاحات؟ يعني ايه لازمتها؟ دي حاجات اسرار بقى. عارف يعني انا رايي الشخصي ملهاش اي 30 لازمه. ما تكملش كلام، ما تكملش، ما دام وصلت للمرحله دي ما تكملش. طبعا البروباجندا مهمه طبعا، انا فاهم كويس قوي، انما انا بتكلم على نتيجتها على الارض، لازمتها على الارض، القيمه الحقيقيه اللي هي دراسه الجدوى. اتكلم يالا عدل يالا، اللي هي الحاجات اللي احنا بقى ايه الكلام قليل الادب اللي احنا بنحبوش ده. طبعا لو اتكلمنا عن دراسه الجدوى هنتكلم على حاجات كتير بقى. يعني لو جبنا اول ما نجيب سيره دراسه الجدوى هنتكلم على حاجات كتير بقى، حاجات بتمشي على الارض، حاجات بتمشي فوق، حاجات كتير بقى هنتكلم عليها. اخرس. مش هنقدر نطول في الموضوع ده، لان بيتهيألي اظن والله اعلم ان الحكومه بتتقمص من الكلام في الموضوع ده، فمش هنقدر نقر بقى في الموضوع ده كتير. ولكن نرجع لموضوع المهندس. انا شايف ان المهندس ده يجب ان يتم تكريمه، لان هذا المهندس المحترم هو السبب ان الناس كلها اتفرجت على الافتتاح. يعني مش فاهم يعني يجرى ايه لو كوبري ولا محور سمنود في القليوبيه ولا في المنوفيه. اهم حاجه ان يبقى في كارته على هذا المحور. هو دي هي ده الحاجات الكلام المهم بقى، ان يبقى في كارته على هذا المحور بس. انما بقى ان شاء الله تحطه في السنغال، هتعمل لي على امه كارته، خلاص حبيبي، بس هي دي الموضوع. هات 20 جنيه ليه يا بيجي خسران؟ طب وانا كنت بلعب معاك يا بيجي. تخلص. يلا صباح الكارتات، صباح الكارتات.